اهلا بيك في قناة اصل. النهاردة معانا السؤال العبقري: لو الارض بتلف بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة، ليه انا واقف مكاني؟ ليه مش طاير؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. يعني يا جماعة تخيلوا كده، الارض دلوقتي وهي بتلف حوالين نفسها بسرعة مجنونة، وانا واقف في البلكونة بشرب شاي ومش حاسس بحاجة. في الحقيقة احنا ما بنحسش بدوران الارض لاننا جزء منها. تخيل نفسك راكب طيارة والطيارة ماشية بسرعة 800 كيلومتر في الساعة. لو مفيش مطبات هوائية او هبوط هتحس انك واقف عادي جدا، ده لانك جوه نظام مغلق وكل اللي حواليك بيتحرك معاك بنفس السرعة. نفس الفكرة بتحصل على سطح الارض، انت والكرسي اللي قاعد عليه والمباني وحتى الهواء كلهم بيلفوا حوالين الارض بنفس السرعة، فمفيش حاجة بتخبط فيك او بتشدك، مفيش تغير مفاجئ في الاتجاه، عشان كده ما بنحسش. والسبب الاكبر هو ان الحركة دي منتظمة وثابتة، واحنا كبشر جسمنا ما بيحسش بالحركة المنتظمة، لكن بيحس بالتسارع والتباطؤ والتغيير في الاتجاه. لو الارض فجأة وقفت او غيرت اتجاهها ساعتها هتحس وبقوة كمان، بس طالما الدوران ثابت الدماغ بيفسر ده على انه مفيش حركة. فالخلاصة احنا مش ثابتين، احنا في رحلة مستمرة بس ما بنحسهاش، وده شبه حاجات كتير قوي في حياتنا بنعيش جواها ونتحرك معاها من غير ما نلاحظ. بس اول ما نقف شوية ونسأل نكتشف ان العالم حوالينا اعقد واجمل واغرب بكتير من اللي كنا متخيلين. لو السؤال ده خلاك تبص للحياة بشكل مختلف اعمل لايك واشترك في القناة واستنى فيديوهاتنا الجاية.